السلام عليكم البنات، مساء الخير. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير وصحتكم لاباس. حبيت نشارك معكم هذه الوصفه تاع نهار اليوم، شاباتي تونسي بزاف بنين. عجينه تاع هذا الخبز تجي خفيفه، ما تصوروش يا البنات والله غير يجي ما شاء الله. هذا الخبز خشيتو لي نشري الشاباتي اللي نشريوه من برا، كي نشريوه بنين بصح الخبز نلقاوه شويه ثقيل، ثم يعني نتقهموا منه. لكن جربت هذا الخبز ويجي بزاف خفيف، قد ما تاكلي ما تشبعيش. نبداو هنا بالعجينه. عندي 4 كيسان تاع فرينه، عندي هنا ملعقه كبيره خميره الخبز، ايضا عندي هنا الملح، ايضا عندي الملح والسكر، ملعقه كبيره تاع سكر ونصف ملعقه ملح. عندي هنا 3 ملاعق كبار تاع زيت، تحبوا ديروا زيت نباتي هذا ولا ديروا زيت زيتون. عندنا ملعقه تاع خل، هذا راح يعني يكون كمحسن وخلي العجينه تجي خفيفه. ونلمو هنا بحليب يكون دافئ، من الاحسن حليب، اللي ما عندهش حليب تلم بالماء لكن بالحليب يجي احسن. ونبداو هنا نلمو العجينه بشوي ما نكثروش الماء، غير بشوي باه ما تجيناش محلحله، نقدروا نتحكموا فيها. بعد ما لميتها نعجن انا واحد 5 دقائق ندلكها مليح. وبهذه الطريقه انا كي دلكتها انا حسيتها شويه يابسه، شويه كثر يعني ما كثرتش الحليب شوي. عاودت لها هنا شويه تاع الماء الدافي وعجنتها مليح حتى انسجمت العجينه هذيك. وراح نخليها تخمر، تخليوها تخمر واحد نص ساعه على حسب يعني الجو اللي عندكم. الا عندكم سخانه بزاف خليوها 20 دقيقه، الا عاد سخانه ناقصه ديروها في مكان دافئ وخليوها نصف ساعه تخمر مليح. يعني قد ما تخمر تعطيكم نتيجه احسن. نقلبوها هنا الريسيبيون ونخليوها تخمر، نغطيوها نخليوها تخمر. بعد ما تخمر هنا بعد مرور 20 دقيقة نحيتها، اشوفوا هنا ضاعف الحجم تاعها. نحيوها راح نقسموها على كريات. انا هذه الكمية دارت لي خمس خمس حبات. ونعجنوها يعني نلموها مليح كريات بهذه الطريقه. نزيدو نخليوها واحد 5 دقائق باه كي نجيو نكسلوها ما توليش معنا العجينه وتكون ارتاحت. من 5 دقائق ل10 دقائق نكوروهم بهذه الطريقه ونغطيهم كما قلت لكم. بان هنا اختصرت عليكم، ما حبيتش نكثر عليكم بزاف الفيديو، يعني باه ما يجيكمش الفيديو طويل، باه يعطينا هذاك الوجه المليح. ونحطوا الحبه تاعنا هنا ونخليوها ونبداو يعني نقعدوا ندوروا فيها حتى نشوفوها بدات تخمر، بدات تنفخ. نقلبوها تزيد تطيب على الجهه الثانيه وحنا نقلبوا فيها. النار تكون متوسطه، ماشي تروحوا تشعلوا لها بزاف يحمر لكم من برا ويدخل ويقعد لكم من داخل العجين. لازم تكون النار متوسطه. ونقلبوا بهذه الطريقه، نقلبوا كل مره نخليوها تحمر شويه ونقلبوها تحمر شويه ونقلبوا حتى نلقوها حمارت على الجهتين. ميم كي تعودوا طيبوا فيها كي يعني تنفخ تحسوها باللي خفيفه. هذا الكوسه راهي خفيفه ماشي ثقيله. نزيدو نحمروها بهذه الطريقه على الجوانب حتى يحمروا كامل الحواشي وتكون طابت. نكملوا نفس الطريقه مع كامل القرصات تاعنا حتى نطيبوا الكميه كامل. هنا شوفوا البنات بعد ما طابوا لي راح نكملوا نحشيوهم. يعني هذا الوصفه خفيفه بزاف، مثلا تكوني راه عليك الحال ولا ما عندكش بزاف الوقت، مكونات ما عندكش الدجاج في الدار، تقدري تشري الطون وانت فاريتها مع البيض والطون ولحمي. شوفوا البنات انا عندي الهريسه مايونيز، هنا طيبت البيض، انا درت 5 حبات تاع بيض درتهم مع بعض طول. تحبي ديري بالكورسه كيما نقولوا، انا بحال الوقت ما كانش عندي الوقت بزاف ضربت هذوك البيضات في 5 وطيبتهم، درت لهم شويه ملح وطيبتهم وراح نقسمهم هنا على الكورسات هذو. عندي هنا طون زيت ماشي طماطم لازم زيت، عندي هنا حميص وعندي هنا دبشه. اول حاجه نديروها هنا ديروا الهريسه هي الاولى، طبعا شاباتي بالهريسه ماهوش شاباتي لازم يكون الهريسه. كأول حاجة نديرو الهريسة هي الأولى ومن بعد راح نديرو المايونيز. بعد ما نديرو المايونيز راح نديرو هذاك الحميص. هما تاع تونس يديرو سلطة مشوية ما تكونش يعني طيبة، يديروها مشوية فقط فلفل هكذا نقطعو مشوي. انا هنا كان عندي الحميص درت الحميص، زدت هنا المايونيز ودهنت على كامل الوجه. نبداو هنا نزيدو نديرو الحميص، من بعد راح نديرو البيض ونزيدو الطون. انا صراحه الطون نشتي ناكلو هكذاك، ما نشتيش نديرو يعني في وصفات ولا هكذا، كل واحد والذوق تاعو. لكن كي يعود مش طايب يعني بالطريقه هذه
عجبني وكليتو. هي البنت ولا غرجه ما شاء الله بنين بالبزاف. نتمنى انكم تجربوه، راح يعجبكم. وخليوا لي تعليقاتكم تحت لا فيديو. هنا نزيدو الطون ويكون ساندويتش واجد معنا. تقدري يعني ديري حتى كيعود ولادك يقرا منوطيش بكري، ثم تروحي ديري هاد العجينه تخمر وتكون طيبيها وتكون واجده غير تحشي فقط. هنا خلصنا ساندويتش. راح نقسم معكم تشوفوه كيفاش جا. هنا كتقسموا الكرشه تاعكم، تحبوا تحلوها كامل، تحبوا تخليوها يعني تحلوها يعني نص، نتوما مش حابين. شوفوا هنا المنظر راهي شاهدكم في الجنه. وهنا راني كملتها، راح نقسمها معكم تشوفوها كيفاش جات. هنا بعد ما كملتهم كامل انا هنا نقسمهم، راهم يقولوا زريبي عطينا نتعشى وجوعنا. صافي قسمت لكم غير وحده بالزربه برك وحطيتها لكم. شوفوا هنا كيفاش جا من داخل، منظر يشهي. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنسونيش بالدعم في فيديو اخر. سلام.